السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. انا عماد متولي، معلم لغة انجليزية. ان شاء الله في الفيديوهات اللي هنكون مع بعض المرة دي هتبقى عبارة عن كورس تمهيدي للمرحلة الثانوية، خاصة طلاب الصف الثالث الثانوي اللي هم قصروا في اولى وثانية ثانوي. وبرضه الكورسات دي برضه هتفيد طلاب اولى ثانوي وثانية ثانوي، لان اللغة الانجليزية مادة تراكمية، يعني انت مرتبط بكل الحاجات اللي انت اخدتها قبل كده. طيب الفيديوهات دي تبقى عبارة عن ايه؟ هيكون سلسلة من الفيديوهات بتتكلم عن حاجة اسمها parts of speech، أجزاء الكلام. يعني في كل فيديو من الفيديوهات اللي في السلسلة دي هنتعرف على مكون من مكونات الجملة. هنعرف يعني ايه noun، وهنعرف يعني ايه adjective، وهنعرف يعني ايه verb وadverb والpronouns والpreposition والarticles. كل الكلام ده ان شاء الله هيكون بشكل منظم ومحسوب كويس جدا، وهيكون في كل فيديو في الديسكريبشن بتاع الفيديو PDF للشرح وPDF للهوم وورك، وهيكون في امتحان تفاعلي. وطبعا اهم من ده كله ان حضراتكم تكونوا مركزين معايا كويس جدا، ويبقى في تفاعل، ولو في اي تعليق يا ريت تكتبوه في الكومنتس، وان شاء الله هتلاقوا رد سريع لتعليقاتكم او اقتراحاتكم. ان شاء الله بعد الفيديوهات دي ان شاء الله هيكون في تحسن ملحوظ في مستواكم. ويلا بينا مع اول فيديو. ان شاء الله النهارده في الاول فيديو لينا في الكورس التمهيدي هناخد الناون. بس قبل ما نتكلم عن الناون يبقى في انترودكشن للبارتس اوف سبيتش، اجزاء الكلام. هنتعرف ان شاء الله في الفيديو في مجموعه الفيديوهات اللي جايه على حاجه اسمها بارتس اوف سبيتش، اجزاء الكلام. النهارده هناخد بارت واحد بس اللي هو الناونز، الاسماء. وهنعرف يعني ايه كاونتبل ناونز وانكاونتبل ناونز، اسماء لا تعد والتي لا تعد. وهنتعرف برضو مع بعض، هيبقى في نوتس او تريكس اللي بتيجي في الامتحانات، وهيكون في براكتس، ده اهم حاجه. وفي الاخر هيبقى في هوم وورك للشرح اللي اخدناه النهارده. يعني النهارده هنعمل انترو على البارتس اوف سبيتش، اجزاء الكلام، وهناخد جزء واحد بس اللي هو الناونز اللي هي الاسماء، وهتبقى بالتفصيل كل كبيره وصغيره عن النون هنعرفها النهارده. طيب الاول هناخد الانترودكشن بتاعنا. انا عندي 7 parts of speech، 7 اجزاء للكلام: الناونز الاسماء، الفيربس الادجكتيفز الصفات، الادفيربس الاحوال، البروناونز الضمائر، الكونجنكشنز الروابط، والبروبوزيشنز حروف الجر. طبعا هنتكلم على كل بارت في فيديو لوحده. النهارده الفيديو بتاعنا بس مش دلوقتي بقى، هناخد بس امثله على كل حاجه. النهارده هنتكلم عن الناون. الناون اللي هو الاسم. طبعا النهارده هنتعرف يعني ايه اسم انسان او حيوان او جماد. يعني الجمله اللي قدامي منى is going to visit Japan. الجمله دي كلمه منى دي تعتبر ناون، اسم، ده اسم شخص. is going to visit Japan، وبرضه جابان ده ناون، ده اسم مكان place. يبقى الاسم ممكن يكون اسم شخص او مكان او حيوان او جماد. my teacher برضه ناون، is a very nice person، شخص لطيف جدا. يبقى احنا النهارده هنتعرف على الناون بكل تفاصيلها. يلا بينا. طبعا ده كده يعني سمري بسرعه كده اهو للاجزاء الكلام: الفيرب والادجكتيف والادفيرب زي ما اتفقنا، والبروناون والكونجنكشنز والبروبوزيشن اللي نعرفهم في الفيديوهات اللي جايه. بس النهارده هنركز عن الناون. طيب اول ما اقول كلمه ناون ايه اللي هيدور في ذهني؟ ايه الناون؟ الناون اسم اي حاجه حواليا، اسم اي حاجه حواليا بنسميها ناون. تعال نشوف كده ايه هي الناونز. ممكن يكون اسم شخص، people names. people's name اسماء الاشخاص، او زي مثلا man، women، girl، boy، uncle، سما، عمر، etc الى اخره. يبقى النوع ممكن يكون اسم شخص او الصفه بتاعت الشخص. ممكن يكون اسم animal زي insect، bird، lion، cat، snake وهكذا. ممكن يكون النون برضو يكون اسم شيء، جماد، زي plant، tree، rock، sea، love، beauty. برضو النون ممكن يكون اسم مكان زي سينما، سكول، بوست اوفيس، بانك. النون برضو ممكن يكون abstract noun اللي هو الاسم المعنوي، اسم غير ملموس، زي freedom الحرية،
كارج الشجاعة، بيس يعني السلام. طيب يبقى احنا النهارده في الفيديو بتاعنا يا شباب هنتكلم عن الناون. كل ما يخص الناون هناخده النهارده ان شاء الله في الفيديو ده. يبقى اول حاجه عندي الناون هيكون اسم شخص او حيوان او جماد او مكان او abstract noun. طب نبدا بقى من الاول خالص كده. احنا عرفنا الناون ان جنرال اسم حاجه. طيب الناونز برضو بنقسمها لجزئين، countable nouns و uncountable nouns. كلمه countable يعني اسم يعد، وكلمه اسم يعد يعني ليه مفرد وليه جمع. طيب في الجزء الثالث ده من الناون هنتكلم عن الكاونتبل ناونز، هنتعرف مع بعض عن الكاونتبل ناونز. يلا نبدا. ايه الكاونتبل ناونز؟ الاسماء التي تعد يكون لها مفرد وايه تاني يا رجاله؟ والجمع. يبقى اي اسم كاونتبل هيكون ليه شكلين. يبقى الاسم الكاونتبل لو كتبنا كده اهو كاونتبل ناون هيكون ليه شكلين، شكل سنجلر مفرد وشكل تاني بنسميه بلولر جمع. يبقى لو انا قلت الاسم ده كاونتبل يبقى لازم يكون ليه سنجلر وبلولر. طيب السنجلر يا جماعه بنحط قدامه A او ان. واحد يقول لي دي بناخدها في ابتدائي يا مستر. خلي بالكم A وان دي لحد ثانويه عامه ممكن تتلخبط فيها وهنعرف دلوقتي مع بعض. اما البلولر بنزود دايما، احنا عارفين احنا بنجمع باضافه اس او اي اس او اي اي اس او في اي اس او without اس من غير اس خالص، اللي احنا بنسميها الirregular without اس. ركزوا كده معايا يا شباب. يبقى الكاونتبل ناون الاسم الذي يعد ليه شكلين، سنجلر وبلولر، المفرد والجمع. والمفرد بنحط له A وان على حسب الانيشال ليتر الحرف الاول وعلى حسب نطقه. يعني مثلا لو قلت مثلا بوي وقلت مثلا انت، دول كلمتين سنجلر مفرد، لو انا حبيت اخليهم احط لهم ارتكل A او ان بحط على حسب الليتر a boy ان. طبعا الكلام ده كلنا عارفينه ولكن برضه هيبقى ليه تريكات. طيب يبقى احنا كده الكاونتبل ناون ليه سنجلر وبلولر. المفرد بحط قدامه A or N. اما البلولر بيجمع باضافه S or ES or IES or VES او من غير اس خالص. طب الكلام ده عاوزين نعرفه in details بالتفصيل. يلا نبدا. طيب احنا المتعارف عليه we usually make nouns plural by adding s. القاعده الاساسيه عشان احول الاسم من مفرد لجمع بضيف له في الاخر s. ولكن كل رول عندي في الانجليش بيكون ليها اكسبشن. يعني ايه اكسبشن؟ يعني الاستثناء. طيب a cat cats، a boy boys، a teacher teachers. لاحظ ان احنا لما جمعنا كلمه كات وبوي وتيتشر شلنا الاداه الاي. يبقى a cat cats، a boy boys، a teacher teachers، a cow cows، a girl girls، a school schools. طبعا الكلام ده بسيط وسهل. كمل. ولكن في كلمات في الانجليش بضيف لها اي اس لما اجي اجمعها. ايه الكلمات دي؟ قال لك nouns ending in، الاسماء اللي بتنتهي بالليترز دي سي اتش اس اتش اس دبل اس اكس او، بدل ما احط اس احط اي اس. طب نشوف اكزامبلز على الكلام ده. عندي كلمه a watch جمعها watches، watch اللي هي ساعة يد. brush فرشة اسنان جمعها brushes اي اس. bus جمعها buses اي اس. dress فستان جمعها dresses. box صندوق جمعها boxes. tomato اللي هي الطماطم جمعها tomatoes. حلو قوي كده اهو. يبقى احنا كده اول قاعده عندي اللي انا الاسماء المنتهيه بالاصوات دي سي اتش اس اتش اس دبل اس اكس اند او بنزود اي اس. ولكن زي ما اتفقنا any rule in English ليها exception. اي قاعده بيكون لها exception. ايه الاكسبشن؟ عندي كلمتين منتهين بالاو زي كلمه فوتو وكلمه بيانو، مش هحط لهم اي اس، احط لهم اس عادي. يبقى فوتو دي كده اكسبشن، فوتوس. بيانو بيانوس. اوكي. طيب الشكل الثالث للبلولر فورم اللي احنا بنزود واي للكلمات اللي بتنتهي بحرف كونسونانت وقبليه حرف فاول. يبقى انا كلمه فالي منتهيه بواي،
لازم اشوف ايه اللي قبل الواي. جه قبل الواي فاول، يبقى انا في الحاله دي هزود اس بس، زي فالي فاليز، دونكي دونكيز، بوي بويز، داي دايز، يبقى انا اضفت للواي هنا اس. امال امتى بقى يا شباب نشيل الواي ونحط اي اي اس؟ هقول لكم دلوقتي حالا. الناونز اللي بتنتهي بواي following a consonant، واي يعني قبل الواي حرف يكون ساكن، بنشيل الواي في الحاله دي ونحط بدالها اي اي اس. زي كلمه ليدي، ليدي قبلها حرف الدي، والدي حرف ده يعتبر حرف كونسونانت ساكن. طب لما اجي اجمع كلمه ليدي هشيل الواي واحط اي اي اس، ليديز. ارمي اللي هو الجيش، جمعها ارميز، اي اي اس. ستوري قصه، هشيل الواي عشان قبلها حرف كونسونانت ساكن، يبقى ستوريز. فلاي يعني حشره او طير في الجو، جمعها فلايز، اي اي اس. اوكي. الناونز اللي بتنتهي باف او اف اي، لما اجي اجمعها بحول الاف والاف اي الى في اي اس. زي كلمه وولف اللي هو الذئب، جمعها وولفز. وايف وايفز اللي هي زوجه. شيلف اللي هو رف، شيلفز. نايف سكينه، جمعها نايفز. يبقى احنا كده عرفنا امتى نحط الاس، الاي اس، الاي اي اس، الفي اي اس. طبعا اتفقنا ان كل حاجه ليها اكسبشن. لما قلنا الكلمات المنتهيه باو بنحط لها اي اس، ما عدا كلمه، لو خدتوا بالكم، كلمه بيانو وكلمه فوتو. طيب في كلمات اخرها اف ومش هتتحول الى في اس، زي كلمه روف، جمعها روفز، وكلمه شيف، جمعها شيفز. انا هنا ضفت اس بس، ما حولتش الاف الى في اي اس. يبقى خلي بالكم الاكسبشن ده. في حاجه وبعد كده هنعمل براكتس. في مجموعه من الناونز شكلها في السنجلر فورم في الشكل المفرد هو البلورال فورم الجمع بالظبط. زي كلمه دير غزاله، مفرد، جمعها دير. شيب خروف، جمعها شيب. فيش سمكه، جمعها فيش او فيشز. طب امتى اقول فيشز بقى يا جماعه؟ فيش سمكه واحده مفرد، لو من نفس النوع بنسميها سمك، او فيش يعني كلمه فيش جمعها فيش لو من نفس النوع. طب لو مجموعه اسماك مختلفه بقول فيشز. طب تجي لي ازاي في الامتحان؟ حاجه زي كده بسيطه، زي ما اتفقنا، ما استهترش باي معلومه او اي تفصيله بسيطه. هنا اقول there is or are a sheep in the farm. طبعا انا عندي كلمه شيب زي ما اتفقنا ممكن تكون سنجلر او بلولر. طب شيب اللي قدامي انا عرفتها سنجلر لوجود A، عشان كده قلت ايه؟ there is a sheep in the farm. اوكي. طب ما هو كان ممكن يقولها لي كده بطريقه تانية، يقول لي مثلا ايه؟ the sheep، ويقول لي اختار don't or doesn't eat meat. لا انا هنا برضو هظبط حاجه، مش هقول ذا شيب، هقول اشيب، الخروف. اشيب don't ولا doesn't eat meat. طبعا لما اقول اشيب وانا بتكلم عليه سنجلر مفرد، فعشان كده هقول اشيب doesn't eat meat. طب لو قلت شيب الخرفان يبقى don't eat meat. ها مكتوبه هنا. طيب نمبر 2، there is ولا are sheep in the farm. طب كلمة sheep اللي قدامي دي ما فيهاش article، ما فيهاش a، عشان كده دي تعتبر جمع، فأقول there are sheep in the farm. طيب نمبر 3، sheep اللي قدامي دي من غير a، يبقى دي مفرد ولا جمع؟ هتبقى ايه؟ حد برافو عليك، مفرد. يبقى sheep don't eat meat. ليه قلت don't ما قلتش doesn't؟ عشان هنا sheep plural جمع، لكن لو قال لي a sheep في الحالة دي كنت أخدت doesn't. طب نمبر 4، there is ولا are fish in the sea. طب ما كلمة fish برضو جاية من غير article، من غير يبقى fish، يبقى في الحالة دي تعتبر fish جمع، يبقى there are fish in the sea، يوجد سمك في البحر. يبقى خلي بالكم يا جماعة،
الثلاث كلمات دول ممكن يعملوا لك لخبطه شويه، كلمه دير وشيب وفيش، لان شكلهم في المفرد هو في الجمع، بس انا بعرفها مفرد من الاي او الان. يبقى اشيب مفرد لكن شيب جمع، ادير مفرد دير جمع، افيش مفرد لكن فيش جمع. طيب في ملحوظه اقولها لكم قبل ما ندخل على النقطه اللي بعد كده. زي ما اتفقنا ان الاي والان حاجات بديهيه عارفينها واحنا صغيرين، ولكن جه في امتحان من سنتين في ثانويه عامه جايب لهم كلمه يونيفرستي وفي الاختيارات كاتب لهم اي ولا ان. طبعا في ناس كتير التسرع طبعا اختاروا الاجابه الغلط، فانا هقول لكم الجمله كانت مكتوبه ازاي او تقريبا يعني. لو قال لي مثلا what's a difference، ايه الاختلاف؟ what's a difference between a college، عاوز اقول لك ايه الفرق ما بين الكوليدج and، وهحط كده اختيارات A or N وكتب لي كلمة university يعني جامعة. فأنا بسألك ما الاختلاف ما بين الكوليدج اللي هي الكلية ويونيفرستي يعني جامعة؟ طبعا السؤال يبدو اللي هو سهل جدا يا مستر، ده كلمة يونيفرستي بادئة باليو، واليو ده حرف متحرك وكلنا عارفين ان اليو تاخد حرف الان. طبعا الكلام ده غلط. ليه بقى يا مستر بقى غلط؟ هقول لحضرتك حاجة. الاي والان مرتبطة بالبرونانسيشن، بالنطق. يعني ممكن يكون الحرف ده الليتر ده ليتر يو هو حرف فعلا فاول، لكن النطق بتاعه زي الكونسونانت بالظبط، فيعامل زي الكونسونانت. عشان كده قلت يونيفرستي. لو انت خدت بالك ان انت نطقت اليو زي الواي اللي هو يه ساوند، فهنا الصوت ده يعتبر ساكن كونسونانت. عشان كده اقول ايه يونيفرستي جامعه. زي برضو في كلمتين عندي، كلمه يونت يعني وحده، ما اقولش ان يونت، اقول ايه ايونت. يبقى كلمه يونيفرستي وكلمه يونت الاثنين دول هياخدوا لانهم يبداوا باصوات ساكنه، ماليش دعوه بالحرف، هو حرف اليو فاول بس انا بتكلم على الساوند بتاعه. هنا الساوند ايه ساكن، يونت يونيفرستي. يلا نكمل. في معلومه برضو تانية. يبقى احنا كده اتفقنا لما احول اسم من مفرد لجمع بنضيف اس او اي اس او اي اس او في اي اس. طيب لو انا عندي الكلمه اللي قدامي كومباوند، كلمه مركبه، طب اجمع الكلمه الاولى ولا الثانيه؟ يعني ارم تشير مكونه من كلمتين، ارم تشير اللي هو كرسي بمسند او كرسي بدراع. طب انا هجمع كلمه ارم ولا تشير؟ قال لك لا، بنجمع الكلمه الثانيه. يعني كلمه ارم تشير جماعه ارم تشيرز. بوك كيس يبقى بوك كيسز. طيب شوب كيبر شوب كيبرز. بوست كارد بوست كاردز. يبقى لو كلمه كومباوند انا بجمع الكلمه الثانيه. زي ما اتفقنا اي رول في الانجليش بيكون ليها اكسبشن. احنا خدنا القاعده بتاعت الجمع. طب ايه الاكسبشن؟ عندي مجموعه كلمات الجمع بتاعها من غير اس خالص. يلا بينا نبدا كده. زي كلمه child جمعها children. crisis اللي هي ازمه او كارثه جمعها crisis. حولت الاي اس الى اي اس يبقى crisis. كلمه datum اللي هي المعلومه جمعها data معلومات. datum data. foot هحول الدبل او لدبل اي feet. goose اللي هي الوزه جمعها geese الدبل او لدبل اي برضو. man جمعها من. نخلي بالنا من الكلام ده برضو هيفيدني كطالب ثانويه عامه في الترانسليشن. يعني جت السنه اللي فاتت بالظبط جمله كان فيها كلمه ميديا. طب ميديا دي مفرد ولا جمع؟ لا ده ميديا دي جمع، تاخد ار ما تاخدش از. طيب ميديم يعني وسيله اعلاميه زي وسائل الاعلام. احنا دلوقتي عندنا وسائل الاعلام التلفزيون الراديو النيوز بيبر، ودلوقتي طبعا في اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي. طب ميديم جمعها ميديا. ماوس اللي هو الفار جمعها مايس. بس خلي بالكم لما اقول فار دي انا بتكلم عليه ككائن حي. ماوس كائن حي. الفار اللي احنا بنشوفه بيخاف من القط ده جمع كلمه ماوس مايس. امال في ماوس تاني؟ في ماوس اللي هو بتاع الكمبيوتر. الماوس بتاع الكمبيوتر يا جماعه جمعه ماوسز، ازود لها اس بس.
يبقى تيك كير في الحاجه اللي زي كده. اويسز يعني واحه جماعه واسز. اوكس يعني طور جماعه اوكسن. فينومينين يعني ظاهره واحده بس، اما جمعها فينومينا. بصوا الجمع مختلف تماما. كلمه توث جمعها تيس دبل اي. كلمه وومن جمعها وومن، وهكذا. كده احنا اخدنا عشان نكون مع بعض، عرفنا يعني ايه ناون، وعرفنا يعني ايه سنجلر ناون، ويعني ايه بلولر ناون. طيب الاسم المفرد عامة ممكن يجي قبليه الادوات اللي انت شايفها دي. الاي والان مرتبطين بالسنجلر طبعا. ماشي يا شباب؟ الاي والان مرتبطين بالسنجلر. ممكن تبقى المثال ده مش واضح، هكتبه لكم فوق. my father بابايا. my father has a car. يبقى الاي والان مرتبطين بالسنجلر ناون، السنجلر كاونتبل ناون، ومعنى حطيت الاي والان يبقى دي معناها 1. لما اقول my father has a car يبقى عنده عربيه واحده. طيب برضو الاسماء الكاونتبل بس لما يكون في الشكل السنجلر زي كلمه student، ممكن اقول one student، one boy، one girl، one room، one classroom. one student got the full mark. برضو الاسم السنجلر، الاسم المفرد الذي يعد، ممكن ياخد a و n، ياخد one، ياخد every او each. every player in the team trains hard. كل لعيب في الفريق بيتمرن بجد. يبقى انا هقول every وجيب بعد كلمة every اسم مفرد يعد. اقول every player. each tourist كل سائح has a camera. طبعا عندي الادوات دي this و that اللي هم اسماء الاشاره، دول بيجوا مع الاسم السنجلر countable noun. This girl is my daughter. That motorbike belongs to me. يبقى احنا كده اول حاجه عرفناها في الكاونتبل ناون لما يكون سنجلر ممكن نستخدم a, an, one, every, each, this and that. طيب في مجموعه ادوات بتيجي مع الكاونتبل ناونز، وفي مجموعه ثانيه بتيجي مع الانكاونتبل ناونز. طيب اللي قدامنا دول الاسماء اللي تعد ممكن استخدم على الادوات دي كلها، زي كلمه these اللي هي الجمع بتاع كلمه this، وزي كلمه those الجمع بتاع كلمه that. some، any، many، a few، وفيو خلي بالكم a few برضو هيبقى في هنا برضو لازم نركز عشان في اختلاف ما بين a few a lot of، lots of، several، two، three and etc الى اخره. طيب يبقى كل الادوات اللي قدامك دي بتيجي مع الكاونتبل ناون. على فكره في ادوات منها بتيجي مع الانكاونتبل هنعرفه كمان شويه. I met several friends. انا قابلت العديد من الاصدقاء in the party. I have a few books. few يعني قليل. انا امتلك كتب قليله in my bag. These boys are my cousin. دول ولاد عمي. 5 nurses are helping the surgeon. 5 ممرضات بيساعدوا السيرجن. يبقى الادوات دي كلها بتيجي مع الكاونتبل ناونز، وفي جزء منها بيجي مع الانكاونتبل ناونز. طيب احنا عاوزين نعرف كده، احنا عرفنا ايه الادوات اللي بتيجي مع الكاونتبل ناونز وهناخدها برضو بالتفصيل كمان شويه. هننتقل دلوقتي للانكاونتبل ناون. يبقى احنا برضو عشان ما نتلخبطش، الكاونتبل ناون زي ما اتفقنا ليه سنجلر وليه بلولر، ليه مفرد وليه جمع، وعرفنا المفرد بيتحط قدامه ايه والجمع بيتحط في اخره ايه، وعرفنا كل التفاصيل دي. تعال نشوف بقى الانكاونتبل ناونز، الاسماء التي تعد ممكن تبقى عباره عن ايه. الاسماء الانكاونتبل اللي هي لا تعد، اللي هي ملهاش جمع، اللي هي ليها شكل واحد بس يعتبر مجازا مفرد، هتبقى واحده من القوائم اللي قدامكم دي. يعني الليكويدز عامه تعتبر كلها انكاونتبل ناونز. ايه الليكويدز بقى؟ زي الووتر، جوس، تي، كوفي، اويل اللي هو الزيت، ميلك، سوب اللي هي الشوربه، بلاد اللي هو الدم. كل دول يعتبروا uncountable noun. والuncountable noun يعامل معاملة المفرد، يعني ياخد مثلا is، ياخد was، ياخد مثلا has. خلاص؟ طيب الغازات بأشكالها أكسجين، هيدروجين، نيتروجين، كربون دioxide، كل الغازات تاخد برضو تعتبر uncountable nouns. الميلز الوجبات زي البريكفاست، لانش الغدا، دينر، سبر اللي هو العشاء الخفيف،
شاطرين الناس اللي مركزه معايا، وريت ندون برضو في الورقه اللي معانا او الكراسه كل التفاصيل دي. عشاء خفيف اسمها سابر. اوكي طيب ايه تاني يعتبر uncountable noun؟ عندي school subject المواد الدراسيه زي الهيستوري، mathematics. خلي بالكم كلمه mathematics بالرغم ان اخرها اس، واحنا اتفقنا من شويه ال uncountable nouns تعتبر مفرد. يعني لو انا قلت mathematics is a very hard subject، ماده صعبه جدا، hard subject، يبقى mathematics بالرغم ان اخرها اس ولكن اخذت is ليه يا مستر؟ لان mathematics uncountable noun. uncountable noun يعامل معامله المفرد. طب واحد يقول لي ده اخرها اس، الاس دي من اصل الكلمه زي كلمه physics، الاس من اصل الكلمه physics biology، يبقى كل المواد الدراسيه تعتبر uncountable. languages اللغات برضو uncountable. English is my favorite subject. Arabic is my mother tongue، هي اللغه الاصليه ليا. French، German وهكذا. الانشطه المختلفه different activities زي reading، smoking، writing، studying، shopping، eating. السبورتس الرياضات بانواعها تعتبر uncountable noun زي الفوتبول، فوليبول، باسكتبول، سويمنج وهكذا. في قوائم تاني الانكاونتبل هنشوف برضو مع بعض. في عندي برضو الماتيريالز المواد الخام زي الكوفي القهوه، الجلاس اللي هو الزجاج، الجولد الذهب، ايرون الحديد، لايمستون، ساند، سويل، شوجر، تي، وود. ايه تاني يعتبر uncountable noun يا شباب؟ الناتشرال فينومينا الظواهر الطبيعيه. خلي بالكم فينومينا دي جمع، مش احنا خدناها في الirregular من شويه وكان مفردها، برافو عليك، كلمه ايه؟ فينومينين اخرها او ان. لايتنينج اللي هو البرق، هيت، سنو، ثاندر الرعد، لايت اند رين اللي هو المطر. الابستراكت ناونز الاسماء المجرده الغير ملموسه زي honesty الامانه او الصدق، ده يعتبر uncountable nouns. hope الامل، beauty، help، love، hatred الكراهيه، confidence الثقه بالنفس، courage الشجاعه، experience الخبره، progress التقدم، poverty الفقر، poverty اللي هو الفقر، peace السلام، patience الصبر، patience، evidence دليل. كل الكلمات دي تعتبر uncountable nouns. يبقى احنا كده عرفنا ال uncountable nouns ليه شكل واحد ملوش جمع، يعامل معاملة المفرد حتى لو اخره اس زي كلمة mathematics او physics او كلمة news. ايه اللي هنعرفه تاني؟ في مجموعة تانية هنضمها برضو لل uncountable nouns كاتبين عليها كلمة other nouns، اسماء اخرى بقى مش هنحطها في القوائم اللي فاتت، زي كلمة money، laughter الضحك، rubbish، work، cash، furniture اللي هي العفش او الموبيليا، equipment ادوات، baggage يعني امتعه او شنط سفر. يا ريت لو في كلمه ممكن ندونها مع بعض نكتبها. electricity، traffic المرور، clothing، luggage. خلي بالكم baggage و luggage الاثنين معناهم امتعه او شنط سفر، شنط سفر، والاثنين uncountable. في كلمه ثالثه بتساوم كلمه bags. اوكي machinery، news اخبار، information advice نصيحه، money اللي هو الفلوس، music bread خبز، clothes يعني قماش. كل الكلمات دي uncountable. لو انا عاوز اقول مثلا جمله زي كده news is ولا are very important in our life، يبقى طبعا احنا قلنا news ان دي كلمه uncountable noun، والuncountable noun بيعامل معامله السنجلر noun، يبقى news is very important in our life. عشان كده مش عاوزكم تستهتروا بحاجه، احنا بنبدا من الزيرو عشان نوصلكم تبقوا هيرو. برافو عليكم. زي ما اخدنا من شويه في كلمات بتيجي مع الانكاونتبل نون بس ما شرحناهاش. في كلمات برضو بتيجي مع اخدنا من شويه كلمات مع الكاونتبل ناونز، ودلوقتي هنعرف الكلمات اللي بتيجي مع الانكاونتبل ناونز. زي ايه الكلمات اللي بتيجي مع الانكاونتبل ناونز؟ a lot of و lots of. stop. ايه يا شباب؟ ما الكلمتين دول اخدناهم فين؟ في الكاونتبل ناونز والانكاونتبل ناونز، يبقى الاثنين دول مشتركين. little و a few لا ما خدناهمش.
احنا في الكاونتبل ناونز بناخد a few و little، لكن هنا a little و little. some مشتركة في الاثنين، any مشتركة في الاثنين، all من الاثنين، most الاثنين، none ممكن الاثنين، no الاثنين برضو، this و that مع الكاونتبل ناون. تعال نشوف الأمثلة. عاوزين نعرف الأول I'd like to have a little juice. a little يعني قليل، a little بمعنى قليل. طب ايه الفرق ما بين a little و little؟ a little قليل بس يكفي، لكن little قليل ولا يكفي. I'd like to have a little juice. يبقى ليه ما خدناش a few يا مستر؟ ينفع اقول a few juice لو جات لي في الاختيارات؟ طبعا الكلام ده غلط، لأن كلمة juice uncountable لا تعد، علشان كده أخدنا كلمة a little. How much money do you need؟ كم كمية الفلوس اللي أنت بتحتاجها؟ هل ينفع أقول how many money؟ طبعا ما ينفعش أقول how many. ممكن أقول how many؟ فعلا ممكن أقول how many، بس مش هقول how many money. هقول how many. أحول money لكاونتبل إزاي بقى؟ أقول how many dollars، how many pounds. خلاص how many money أو how many dollars sorry do you need، أو how much money do you need. لا يمكن استخدام الكلمات دي مع الأسماء التي لا تعد، اللي هي كلمة these وكلمة those وكلمة one و a و an. This equipment is very necessary. I bought bread at the baker's. ما قلتش a bread، قلت bread بس. اوكي. نيجي للنوتس بقى اللي هي هتوضح لي كل اللي أخدناه. حابب برضو نعمل ستوب. احنا كده قلنا ادي الناون الاسم، وقلنا الاسم بيكون countable اسم يعد، تمام يا شباب، والuncountable اسم لا يعد. عرفنا يعني ايه countable؟ يعني اسم ليه مفرد وجمع، مفرد وجمع، زي a boy جمعها boys، وخدنا كل الديتيلز عشان نحول من مفرد لجمع. اما الuncountable noun اسم ليه شكل واحد ويعامل معاملة المفرد. طبعا اخذنا اشكال الانكاونتبل ناونز كلها وتعرفنا عليها. طيب عاوزين نشوف بقى شوية نوتس، ملاحظات او تريكات بتيجي في الامتحانات. اول نوت عندي، طبعا انا ممكن استخدم A و N زي ما احنا اتفقنا من شوية ان ال A وال N مرتبطين بالاسم الذي يعد بس يكون مفرد، a boy a girl an ant an apple وهكذا. طب هل ينفع يا مستر استخدم ال A وال N مع اسم uncountable؟ طبعا ما ينفعش، ولكن في exception برضه. ايه الاكسبشن ده؟ قال لك يمكن استخدام A او N مع بعض الاسماء التي لا تعد امتى؟ لو جه قبلها صفة، زي I spent انا قضيت enjoyable time in the country. كلمة enjoyable دي صفة يعني ممتع، عاوز اقول انا قضيت وقت ممتع في الكانتري سايد. طيب وكلمة time دي اصلا اسم noun وuncountable، استحالة اقول a time، استحالة اقول ايه a time، ولكن time جه صفة قبلها كلمة enjoyable، والصفة دي بادئة بفاول، فقلت ايه I spent an enjoyable time، انا قضيت وقت جميل. يبقى ده الاكسبشن الوحيد اللي يخليك تستخدم A او N مع اسم uncountable زي كلمة time وكلمة education. ايه الاكسبشن ده؟ ان يكون جاي قبلهم صفة. طب ال A وال N هتبقى مرتبطة بالنون ولا بالصفة؟ لا، المرة دي هتبقى مرتبطة بالصفة. عشان كده قلت ايه؟ he had A ولا N good education، هو حصل على تعليم جيد. يبقى good بادئة بحرف consonant ساكن، عشان كده قلت ايه؟ a good education. يبقى دي اول تركاية عندك، ان انت حضرتك ال A وال N ممكن يجوا مع كلمات uncountable لو الكلمات دي جه قبلها adjective صفات. طب ال A وال N هتبقى مرتبطة بالنون ولا adjective؟ المرة دي هتبقى مرتبطة بالadjective الصفة. تاني حاجة كلمة a lot of و lots of، الاتنين معناهم كثيرا من. طب هل يا شباب دول بيجوا مع الكاونتبل ولا الانكاونتبل ولا الاتنين؟ برافو عليك، بيجوا مع الاتنين، بس بشرط لو جه بعد كلمة a lot of أو lots of countable لازم يكون في شكل الجمع. ما ينفعش تقول لي a lot of boy، ينفع؟ ممكن أقول a lot of boys lots of boys، a lot of water lots of water وهكذا. يبقى a lot of و lots of بيجوا مع الأسماء التي تعد والتي لا تعد.
بس في شكل الإثبات في الجملة الأفيرماتيف الجملة المثبتة. I have a lot of books. The same meaning نفس المعنى. I have lots of books. I have lots of books. She bought a lot of sugar. She bought lots of sugar. كلمة box دي noun وكلمة sugar دي noun. يعني ده اسم وده اسم، بس كلمة box اسم يعد جمع، وكلمة sugar اسم لا يعد، واللا يعد ملوش مفرد، ليه شكل ثابت يعامل معاملة المفرد. يبقى كلمة a lot of بتيجي مع ال countable، و a lot of بتيجي مع ال uncountable، يبقى a lot of sugar a lot of books وهكذا. دي كده بالنسبة لكلمة a lot of و lots of. كلمة many. many بمعنى ايه؟ مش احنا قلنا a lot of كثيرا من؟ طب ما many برضو معناها كثير، بس قلنا a lot of و lots of مع ال countable وال uncountable، لكن many كثير مع ال countable بس. تأتي قبل الاسم الذي يعد. حلو. احنا قلنا a lot of و lots of في الجملة المثبتة، لكن كلمة many بتيجي في الجملة النيجاتيف والكويستشن الاستفهامية والمنفية. خلاص؟ لو كده have you got many books؟ هنا الجملة السؤال اهو. have you got many books؟ هل لديك العديد من الكتب؟ no I haven't got many books. لا ما عنديش كتب. يبقى كلمة many بمعنى كثير وبتيجي في النفي وفي السؤال. اوكي؟ طب a lot of بمعنى كثير وبتيجي في الصيغة الافيرماتيف اللي هي المثبتة. اوكي؟ نيجي بعد كده. ايوه. برضو بنتكلم على many. طيب تستخدم مع الاسم الجمع. مش احنا بقول كلمة many بيجي بعدها اسم countable، بس شرط الاسم اللي هيجي بعد كلمة many يكون plural. ما ينفعش اقول many boy، اقول many boys. طيب يبقى تستخدم مع الاسم الجمع الذي يعد في الجملة. احنا قلنا many في الجملة النيجاتيف والكويستشن الاستفهامية زي ما اتفقنا بالظبط. تمام كده؟ I don't have many friends. هنا الجملة دي نيجاتيف نفي، انا ما عنديش اصدقاء كتار. Do you have many jobs to do؟ الجملة دي سؤال، يبقى many زي ما قلنا في السؤال وفي النفي. اوكي؟ وماني بيجي بعدها countable يكون جمع. friends jobs. طيب ماني ممكن استخدمها كضمير pronoun. عارفين يعني ايه pronoun؟ اللي هو ضمير يعني يعود على الاسم. طب امتى استخدم كلمة ماني كبروناون؟ يعود على اسم مفرد او جمع. يعني ممكن استخدم ماني اللي انا بشاور بيها على اسم مفرد او جمع، والفعل اللي بعد كده لازم يكون جمع. ازاي يا مستر؟ مش فاهم حاجة. طب بص معايا. Don't plant this tree. ما تزرعش الشجرة دي. Here هنا. many يعني العديد. أنا عاوز أقول العديد بالفعل اتزرع، يبقى العديد من الشجر. صح كده؟ يبقى many كده ده pronoun عايد على كلمة tree. طب tree مفرد. بغض النظر tree مفرد أو جمع لازم يجي بعد many الفعل جمع. يبقى many have already been planted. واحد يقول لي يا مستر ما هي tree مفرد اهي، اقول many has. مفيش حاجه اسمها many has. يبقى many have already planted العديد اتزرع. اوكي؟ يبقى many ممكن اعتبرها pronoun يشير الى اسم مفرد او جمع، بس الشرط ان بعد كلمه many لازم الفعل يكون جمع. نيجي بعد كده لكلمه much. واحنا خدنا a lot of lots of و many. much معناها كثير برضه، يبقى عندك a lot of lots of many much كلهم معنى كثير، بس كلمة much كثير وبتيجي بعدها اسم uncountable يعني اسم لا يعد، اسم ملوش جمع في النفي وفي السؤال زي many بالظبط. Did you drink much coffee؟ هل شربت قهوة كتير؟ No I didn't drink much coffee. يبقى much هتيجي في السؤال برضو وفي النفي زي many بالظبط. حلو كده؟ بس الفرق ما بين much و many ان much بيجي بعدها uncountable اسم لا يعد. اوكي؟ وبرضو في صيغة السؤال والنفي. ايه الملحوظة برضو اللي مرتبطة بماتش وميني؟ كلمة ماتش تستخدم مع الاسم الجمع. يعني مثلا I don't have much money. Do you have much work؟ دي زي المثالين اللي فاتوا بالظبط. لكن انا بستخدم برضو كلمة ماتش كضمير يعني pronoun يشير الى اسم uncountable، يشير او يعود على اسم غير معدود، بس الفعل لازم يكون مفرد. Don't put more sand on the truck. ما تحطش رمل كتير على التراك. much كلمة much دي عايدة على التراك ولا على الساند؟ انا بقول لك ما تحطش رملة على الشاحنة
ماتش عاوز اقول لك الكثير اتحمل، يبقى كلمه ماتش دي عايده على ساند. طيب بس احنا اتفقنا ان ميني بيجي بعدها فعل جمع، لكن ماتش يجي بعدها فعل مفرد، يبقى ماتش has been loaded. خلاص كده. نشوف ايه اللي بعد كده. هنكمل برضو الادوات اللي بتيجي مع ال uncountable nouns وال countable nouns. كلمة a few و few الاتنين بمعنى قليل. طب دول بيجوا مع مين يا شباب؟ بيجوا مع الاسم ال countable noun. بس ايه الفرق ما بين كلمة a few و few؟ زي ما اتفقنا الاتنين بيجوا مع ال countable nouns، ولكن كلمة a few قليل ويكفي a few، ولكن كلمة few اللي هي من غير ال قليل ولا يكفي. I have a few pens. أنا عندي أقلام قليلة ولكن تكفي. عشان كده بقول إيه so I can lend you one. عشان كده أقدر أسلفك. لكن لما أقول there are few glasses in the kitchen. في كوبايات قليلة في المطبخ. طب أنا هنا قلت a few، يبقى هنا قليل ولا يكفي. عشان كده I need to buy some for the party. عشان كده هشتري تاني للحفلة. هقولها لكم بطريقة سهلة. A few عدد حروفها أكتر، 1 2 3 4، يبقى ده قليل ويكفي. لكن few عدد حروفها أقل، يبقى ده قليل ولا يكفي. حلوة سهلة كده؟ يلا بينا. زي ما اتفقنا a few بيجوا مع ال countable nouns والاتنين معناهم قليل، وعرفنا نفرق ما بينهم ازاي؟ a few قليل ويكفي و few قليل ولا يكفي. طيب في أدوات بتيجي مع أو في كلمات بتيجي مع a few وفي كلمات بتيجي مع few. زي كلمة a few قليل ممكن يجي مع كلمة only، وكلمة تاني اسمها quiet تماما. اوكي. وكلمة few بس يجي معاها كلمة to وكلمة so وكلمة as وكلمة very. طب ناخد examples على الكلام ده. لو انا قلت كده انا عندي اصدقاء قليلين، هقول I have only، اختار few ولا a few friends؟ عاوز حد كده مركز يختار معايا. I have only few ولا a few؟ طبعا احنا قلنا a few بيجي معاه only، يبقى I have only a few friends. اوكي تمام. اما كلمة few بيجي معاها to و so و as و very. لما اقول كده I invited very، قلت ايه؟ few friends to my birthday party. انا عزمت اصدقاء قليلين لحفلة عيد ميلادي. قلت few. ليه قلنا few؟ عشان قبلها كلمة very. يبقى ركزوا يا شباب ان كلمة a few هيجي معاها كلمة only وكلمة quiet، وكلمة few هيجي معاها كلمة to و so و as و very. عشان الكلام ده بيبقى فيه التريكات بتاعت اسئلة التشوز. نكمل اللي قلناه a few و few هنقوله برضو مع كلمة a little و little. ازاي الكلام ده؟ بس خلي بالكم في فرق في المعنى. a few و few قليل لاسم يعد، لكن a little و little قليل لاسم لا يعد. نفس الكلام a little هيجي معاه only و quiet زي ما كنا بنقول مع a few، ونفس الكلام كلمة little بس يجي معاها to و so و as و very زي كلمة few. حلو كده؟ يبقى أنا عندي كده أهو few متفقة مع little في الأدوات دي، very و so و as و to. حلو أوي. وعندي كلمة a few و a little بيجي قبلهم كلمتين only وكلمة quiet عشان ما نتلخبطش. حلو كده. I have drank very little، ما اقولش very a little، غلط. very little water today. بعد كده احنا عرفنا خلاص الفرق ما بين a little و little. countable دول بيجوا مع ال uncountable nouns، وقلنا a little قليل، a little قليل ويكفي و little قليل ولا يكفي. There is a little cheese يعني في جبنة قليلة in the fridge. طب لما اقول a little يبقى هنا تكفي ولا ما تكفيش؟ تكفي. I'll make you a sandwich، هعمل لك ساندويتش. لكن لما اقول I have little money، انا معايا فلوس قليلة. little مش a little يبقى هنا مش هتكفي. In my pocket I need to borrow some، محتاج استلف.
طيب خلي بالكوا a little و a few ليها حركات كتير. اتفقنا a little و little مع ال uncountable و a few و few مع ال countable. طب هل ينفع استخدم little و a little مع ال countable مع الاسم الذي يعد؟ ينفع. ليه؟ لأن كل رول ليها اكسبشن. ايه الاكسبشن المرة دي؟ إن كلمة little و a little لو أنا استخدمتها مع اسم يعد مش هيبقى معناها قليل، هيبقى ليها معنى تاني اللي هو صغير الحجم أو صغير السن. إيه ده؟ يعني كلمة يا مستر little ممكن يجي بعدها اسم countable، يعني ممكن أقول little boy وممكن يجي بعدها سوري a little boy وممكن يجي بعدها اسم countable جمع little boys أولاد صغيرين في السن. ينفع الكلام ده كله، بس هنا كلمة a little و little معناها صغير السن مش معناها قليل. I have a little boy أنا عندي ولد صغير في السن called أحمد، يبقى هنا little مش معناها قليل، معناها صغير السن، عشان كده جه بعدها كلمة countable. I have two little boys يبقى هنا جه برضه بعد little كلمة countable جمع called عمرو and أحمد. يبقى دي أول تركاية أو أول نوت ما بين كلمة a little و little اللي هو ممكن يستخدموا في في countable nouns. يلا يا شباب مش عاوزين نمل، دايما وانت قاعد كده اهو حاول تظبط القعده بتاعتك، كوبايه الشاي بتاعتك جنبك، الميه، الورقه والقلم، وتعمل نوتس كده عشان ما تسرحش. وممكن تعيد الفيديو اكتر من مره بحيث حضرتك تقدر تدون ملاحظاتك بشكل كويس تعرف تراجع منها تاني. خدنا a lot of و lots of وخدنا many و much وخدنا a little و little وخدنا a few و few. دلوقتي هنتكلم على كلمة some دايما مرتبطة في أذهاننا بكلمة إيه؟ some عكسها any. من واحنا صغيرين عارفين إن some بتيجي في الجملة الأفيرماتيف المثبتة واني بتيجي في النفي والسؤال. ده الكلام ده احنا عارفينه وحافظينه كويس جدا، ولكن برضو في حاجات لازم تشغل دماغك فيها. ازاي؟ لما اقول كلمة some اهو I will have some cheese، يبقى cheese دي uncountable اسم لا يعد، and some eggs countable. طيب يبقى كلمة some يجي بعدها countable ولا uncountable؟ الاثنين، بس بشرط تكون الجملة مثبتة. حلوة قوي. يعني لو نفيت الجملة دي هقول I won't have any cheese or any eggs. طيب would you like some، ايه ده يا مستر ده؟ would you like some sandwiches and some juice؟ ده سؤال يا مستر. اقول لك لا، هو اي حاجة في اخرها علامة الاستفهام تبقى سؤال؟ ده مش سؤال. ممكن يكون في question mark عشان ده offer عرض، وممكن يكون برضو في question mark لانه يكون طلب request، فمش اي حاجة في اخرها علامة استفهام تبقى سؤال. عشان كده some ممكن تيجي في الاوفرنج او request. would you like some sandwiches and some juice؟ قلت some ما قلتش any. can you give me some paper and some pens؟ برضو ده يعتبر request. يبقى احنا اتفقنا some في الجملة المثبتة واني في النيجاتيف والكويستشن. طب واحد يقول لي يا مستر ده سؤال، اقول لك لا، مش اي حاجة اخرها علامة استفهام سؤال. ده اوفرنج عرض وده ريكويست طلب، ناخد فيهم some بالرغم ان اخرهم question mark. any النفي بتاع some وبتيجي في الجمله النيجاتيف والكويستشن، وما تفرقش بقى معاها countable او uncountable، الاثنين بيجوا معاها. he didn't have اهو نفي اهو he didn't have any sandwiches or any juice. طب كلمه sandwiches countable اسم يعد وجوس لا يعد، يبقى مش فارقه بس الجمله نيجاتيف. طيب are there any tomatoes or any cheese؟ برضو ده سؤال عشان كده اخدنا any. طب any بيجي بعدها countable ولا uncountable ولا الاثنين؟ يبقى tomatoes اسم يعد وتشيز اسم لا يعد. حلو قوي. طيب any بقى هتيجي مع كلمه اسمها hardly any يعني بالكاد او بالعافيه، يعني مفيش خالص. there is hardly any milk، ما اقولش some طبعا. there is hardly any milk left. نيجي بعد كده للحاجة اللي قدامكم دي. ايه بقى يا مستر دي بقى؟ هناك اسماء دائما في صيغة الجمع يعني ملهاش مفرد. ايه الكلمات دي؟ زي كلمة كاتل دي مش معناها الغلاية اللي بتشرب فيها الشاي. الغلاية اللي بنشرب فيها الشاي اسمها كيتل بالكي، لكن كاتل دي ماشية.
يعني تاخد از ما تاخدش ار. يبقى كل الكلمات اللي قدامكم دي ليها شكل جمع بس ملهاش مفرد. كلمة كاتل، كلوث بالمناسبة اسمها كلوز، جلاسز، جينز، بيبل، بلايرز اللي هي الزرادية، بوليس، سيسرز المقص، شورتس، وتراوزرز. كل الكلمات دي ملهاش مفرد، هي ليها شكل جمع. يعني نقول كده اهو: ذا بوليس is ولا are chasing بيطارد the criminals المجرمين. طب واحد يقول لي يا مستر كلمة بوليس دي ما فيهاش اس. لا، انت عرفت النهارده ان كلمة بوليس من الكلمات اللي هي جمع ملهاش مفرد. يبقى ذا بوليس تاخد از ولا ار؟ تاخد ايه؟ ار. ذا بوليس are chasing the criminals. اوكي اتفقنا؟ طيب الحاجة التانية، الكلمات اللي قدامكم دي كلمة جلاسز اللي هي النضارة، تراوزرز البنطلون، ترينرز الحذاء الرياضي، شوز الحذاء، سوكس الشراب، شورتس الشورت. الكلمات دي كلها مشتركة مع بعض ان هي مكونة من جزئين، علشان كده الكلمات دي لازم تبقى جمع تماما. يبقى كل دول جمع، مثلا جلاسز، trousers, trainers, shoes, socks, shorts are very مثلا important in مثلا our daily life. الحاجات دي مهمة في حياتنا اليومية. خدت are. امال امتى تاخد مفرد بقى؟ لو جه قبلها كلمة a pair of، خلي بالك هقول a pair of مثلا glasses، بلاش glasses، هقول a pair of مثلا shoes. a pair of shoes is ولا are very dirty متسخ جدا. يبقى a pair of shoes هتاخد ايه يا شباب؟ ها is. ليه is يا مستر؟ لان جه قبلها كلمة a pair of. طب افرض ما جاش a pair of وقال لي shoes، يبقى shoes are very dirty. طيب my glasses were broken، نضارتي اتكسرت. طيب your trousers are very fashionable، البنطلون بتاعك شيك جدا او على الموضة. تمام كده؟ يبقى الكلمات دي اللي هي مكونه من جزئين كلها بتاخد جمع. امتى تاخد مفرد؟ لو جه قبلها a pair of. طيب ويمكن استخدام pair of قبل الاسماء المكونه من جزئين، وفي هذه الحاله يكون الفعل مفرد او على حسب كلمه بير. يعني لما اقول a pair of يبقى مفرد، لكن اقول لك two pairs of shoes في الحاله دي بقى مش هقول is، هقول ايه؟ are، لان كلمه بير هنا جايه جمع. يبقى two pairs of shoes are very dirty. اتفقنا كده؟ نكمل. a pair of sunglasses، a pair of يبقى مفرد على طول. a pair of sunglasses was on the table. طيب five pairs دي كده جمع of socks were. نخلي بالنا من التريكات البسيطة دي. كمل. في كلمات بقى احترنا فيها، ممكن تكون countable و uncountable. ازاي يا مستر؟ على حسب المعنى. هديك مثال. كلمة chicken لحم دجاج، وكلمة chicken اللي هي الدجاجة نفسها اللي هي الصحية. طيب لو أنا بتكلم على كلمة chicken كلحمة أو حاجة بتتاكل يبقى دي uncountable. يبقى chicken is very delicious، الدجاج لحم الدجاج لذيذ جدا. لكن لو بتكلم على الفراخ بقى اللي على السطح دي هقول بقى chickens are very مثلا fast creature. طيب يبقى هيكون ليها مفرد وجمع. chickens. اوكي. كلمة coffee uncountable لو انا بتكلم على القهوة بشكل عام. I don't like coffee، لكن فنجان من القهوة يبقى ليها جمع. a coffee coffees. cold البرد بشكل عام، لكن نزلة برد a cold وجمعها colds. experience الخبرة بشكل عام، لكن an experience وجمعها experiences اللي هي التجربة الحياتية. كلمة جلاس الزجاج المادة الخام، لما اقول a glass is very مثلا very simple material مادة خام بسيطة جدا. لكن لما اقول a glass معناها كوب من المياه وجمعها glasses أكواب. اوكي. يبقى الكلمات دي ممكن تكون countable او uncountable على حسب المعنى. ايه تاني؟ تكملتها بقى. كلمة hair شعر، وكلمة a hair يعني شعرة. iron اللي هو الحديد، وممكن iron ممكن تبقى مكوى. light الضوء ده كده uncountable، لكن لما اقول a light اللي هي المصباح وليها جمع lights.
اورنج اللي هو اللون البرتقالي ده كده uncountable. اقول orange is a very مثلا beautiful color. لكن لما اقول an orange يبقى انا اقصد بيها البرتقانه وليها جمع oranges. paper اللي هو الورق بشكل عام. لكن لو هي countable هتبقى paper يعني جريده وجمعها papers زي newspapers. time و a time وهكذا. لو احنا خدنا المثال for example على البورد iron conducts heat and electricity. iron هنا مش معناها المكوى، هنا معناها الحديد. conducts heat and electricity موصل للحرارة والكهرباء. لكن لما اقول two very good iron two انا جمعت كلمة iron يبقى هنا مش معناها حديد معناها مكوى. two very good irons are displayed in the shop يعني في مكوتين كويسين جدا اختفوا من المحل. يبقى انا في الكلمات اللي خدناها في الليسته اللي فاتت دي مش هقدر افرق ما بينها countable او uncountable الا من خلال المينينج المعنى. طيب احنا كده عرفنا الكاونتبل والانكاونتبل ناونز وعرفنا الادوات اللي بتيجي مع الكاونتبل والانكاونتبل. فاضل لي حاجه بقى كده يا ريت نسال نفسنا، هل ينفع الاسم الانكاونتبل احوله الكاونتبل؟ ممكن نفكر. ينفع. ازاي يا باشا؟ لو انا قلت كده في حاجه اسمها الكوانتيفايرز ادوات التجزئه زي كلمه تيوب اوف بوكس اوف شيت اوف دروب اوف جلاس اوف جار اوف بيس اوف وهكذا. لو انا قلت مثلا how many ايوه many يعني كثير. طيب امال ماتش يعني ايه يا ولاد؟ كثير برضه. how many ولا how much water do you drink؟ تشرب ميه قد ايه؟ حلو قوي. طيب يبقى انا اقول how much water. طب افرض انا قلت how وقلت برضه many ولا much bottles of water do you drink. المره دي بقى انا ما قلتش water انا قلت bottles of water. يبقى انا زودت اداه تجزئه قبل كلمه water اللي هي كلمه bottles عشان كده هتعتبر countable. يبقى how many bottles of water. يبقى انا عشان احول الاسم الانكاونتبل لكاونتبل بستخدم ادوات تجزئه. يعني كلمه water uncountable there is much water in the sea. لكن لو انا حبيت اخليها countable استخدم لها اداه تجزئه زي bottle of water glass of water liter of water وهكذا واجمعها بقى bottles liters glasses وهكذا. ايه تاني ادوات تجزئه؟ مثلا slice of meat شريحه من اللحم. كلمه ميت لوحدها uncountable. how much meat do you eat كم كميه اللحمه اللي بتاكلها. طب خليها slices كم شريحه يبقى how many slices of meat. loaf of bread رغيف من العيش. هو bread اصلا uncountable لكن لو انا عاوز اخليه countable هستخدم كلمه loaf. وكم مع كلمه loaf لسه قايلين في اول الفيديو ان الاسم اللي اخره اف بحوله الى VES. يبقى loaves of bread grain of sand bottle of milk bar of soup او chocolate يعني قالب من الصابون او الشوكليت. اوكي نشوف بقى كده اهو 4 sheets of paper يعني 4 شيتات من الورق. 6 jars of jam يبقى انا ما جمعتش كلمه جام ده انا جمعت اداه الاجزاء اللي جايه معاها. 2 slices of meat 5 cups of coffee يبقى انا ما جمعتش كلمه كوفي جمعت كلمه cups اداه التجزئه. 5 pairs of shoes 2 loaves of bread 6 bars of chocolate. خلاص لو انا قلت مثلا bread الخبز is ولا are very delicious بقول الخبز لذيذ. is ولا are bread uncountable يا مستر والuncountable عمل معاملة المفرد يبقى is. طب لو قلت مثلا 2 loaves of bread رغيفين من الخبز is ولا are very delicious. المرة دي مش هقول واحد يقول لي ما هي بريد يا مستر بس جاي معاها ده التجزئة 2 loaves رغيفين من العيش يبقى are very delicious. نيجي بعد كده بس قبل ما نبدأ الاكسرسايز او البراكتس زي ما اتفقنا
احنا اللي فات ده كله كان حاجة تانية خالص. احنا شرحنا من اول ازاي نحول الاسم المفرد لجمع، وعرفنا يعني ايه countable و uncountable nouns، وعرفنا ازاي احول ال uncountable nouns ل countable nouns. كل الحركات دي هتبان دلوقتي واحنا بنحل الاكسرسايزز. ولازم حضرتك put in your mind، ضع في اهتمامك او في عقلك الجملة اللي هكتبها لكم دي، اللي هي بتقول practice makes perfect. practice makes perfect يعني الممارسة والتدريب يؤدي إلى الإتقان. يعني لو سمعنا الشرح وتمام التمام واتبسطنا ملوش أي لازمة إلا لما نعمل عليه براكتس. عشان كده كل مرة هيبقى فيه براكتس. البراكتس اللي هنكون مع بعض في الفيديو، وفي براكتس اللي هو بشكل الهوم وورك هيكون في PDF في الشرح بتاع الفيديو أو الديسكريبشن بتاع الفيديو. نبدأ بقى بالبراكتس اللي هنعمله مع بعض، وهنشوف بقى كل الشرح اللي فات ده ايه اللي استفدناه منه وازاي نأكد على المعلومة. طيب نمبر 1، Mr. Hassan earns space money. He is in need for your help. بص يا شباب، انت طالب ثانوية عامة او المرحلة الثانوية، 90% من الامتحان بيكون أسئلة اختيارية. بس خلي بالك put in your mind، حط في دماغك ان السؤال لازم يكون صح كجرامر وكمينينج، لان في جمل ممكن كجرامر صح، لكن انا لازم الجزئين دول يكونوا موجودين، المعنى والقواعد. ازاي؟ يعني مثال، مستر علي earns money دي noun ولا verb؟ اسم. طب countable ولا uncountable؟ ده اسم uncountable. حلو قوي. يبقى انا بديهيا كده اهو اشيل الكلمات اللي ما بتجيش مع الانكاونتبل. يعني كلمه افيو قليل بتيجي مع الكاونتبل، ماتش بتيجي مع الانكاونتبل، a little وماتش. حلو قوي. طب الثلاثه كجرامر صح، ممكن اقول little money a little money much money. كجرامر الثلاثه صح، ولكن انا مش عاوزهم كلهم يكونوا صح في الجرامر بس زي ما اتفقنا، لازم يكونوا صح كجرامر وكمينينج كمعنى. طيب لما اقول مستر حسن بيكسب فلوس كتيره وهو محتاج مساعدتك، يبقى ماتش ما تنفعش عشان ماتش بمعنى كثير. طب حلو، ليتل وأليتل الاثنين معناهم قليل، وقلنا في الشرح ان أليتل قليل ولا يكفي، ودي قليل ويكفي. طب احنا عندنا هو الفلوس قليله وبيكتفي بيها ولا بيستلف؟ قال لك لا، ده محتاج مساعدتك، يبقى اختار انا كلمه ايه؟ ليتل. اختار كلمه ايه؟ ليتل. يبقى مستر حسن earns little money, he is in need for your help. حلو كده؟ نمبر 2، how space meat do you need madam؟ اولا كلمه meat countable ولا uncountable؟ uncountable. يبقى هنستبعد كلمه مين؟ هستبعد كلمه ميني. طيب ماتش مع الاثنين مع الانكاونتبل، ليتل مع الانكاونتبل تنفع مع ميت. a lot of تيجي مع الاثنين، بس هنا ضحك عليا جاب لي a lot من غير اوف، يبقى نشيلها. طيب how، يبقى اقول في حاجه اسمها how little ولا how much عشان ده سؤال، يبقى how much meat do you need madam. نمبر 3، I must buy some bread. يعني bread خبز، يجب ان اشتري بعض من الخبز. I hardly have، خلي بالكم من كلمة hardly، I hardly have space left in the kitchen. أنا عندي حاجات قليلة جدا في المطبخ. كنا واخدينها من شوية إن كلمة hardly بيجي معاها كلمة any، يبقى أقول I hardly have any. Okay. Number 4، he doesn't like city life. هو ما بيحبش حياة المدينة. As there is always two، لأن دايما بيكون في two space noise يعني ضوضاء، ونويز دي اسم uncountable. طب هو ما بيحبش الحياه في المدينه لان عاوز اقول في ضوضاء كتيره. طب يعني ايه كثير؟ ماني وماتش. طب ليتل ما تنفعش واليتل ما تنفعش لان هو مش حابب حياه المدينه عشان في ضوضاء كثيره. طب اختار ماني ولا ماتش؟ طبعا كلمه نويز انكاونتبل، فبالحاله دي هجيب كلمه ماتش نويز يعني ضوضاء كثيره. كمل. نمبر 5، will you buy a space of toothpaste honey؟ toothpaste يعني معجون اسنان. طب هو بيقول لي ممكن تشتري كذا لمعجون الاسنان، يبقى انا عاوز اداه تجزئه ما تيجي مع كلمه toothpaste، يبقى بيس ولا جلاس ولا تيوب ولا بليت. اخدناها في ادوات التجزئه اسمها تيوب of toothpaste. Number 6، people live in the country today
than in the past. people دي noun ودي countable واسم جمع دايما. بقول ان الناس بتعيش في الكانتري في الريف او في المدينه today than in the past، او يعني بيعيشوا في الريف، سوري كانتري اللي هو الريف، بيعيشوا في الريف دلوقتي مقارنه بالايه؟ بالماضي. طيب انا بقارن في كلمه than. little ما ينفعش مع كلمه people لان people countable. least ما تنفعش. few يعني قليل بتيجي مع الكاونتبل فعلا، وفي fewer بس انا هنا في كلمه than يبقى fewer than اقل من، يبقى fewer people live in the country today than in the past، يعني ناس قليلين بتعيش في الريف دلوقتي عن الماضي. number 7 children. children ده كلمه noun. حلو، ما احنا كل النهارده عن الناون. طب الاسم ده countable ولا uncountable؟ يعد ولا يعد؟ يعد، ومفرده كلمه child. children have attended the party. طب حلو قوي. مش كلمة children يا مستر countable ينفع يجي معاها a lot of؟ ينفع. many ينفع. ينفع يجي معاها much مستبعدة. طب ايه يا مستر؟ ما انا ممكن اقول a lot of children الكثير من الاطفال، وممكن اقول many children الكثير من الاطفال. يعني A و B تنفع؟ عشان كده هختار ايه؟ نمبر C لان بتقول لي A and B. اوكي مركزين؟ Number 8 I had a space coffee. coffee هنا أنا بقول القهوة بشكل عام. طيب يبقى كده coffee، مش احنا قلنا coffee من الكلمات اللي ممكن تكون countable و uncountable على حسب المعنى. هنا coffee بشكل عام يبقى دي uncountable. اوكي؟ طيب يبقى دي uncountable ينفع معاها a little و little. ما ينفعش a few. يبقى أنا في الحالة دي أختار إيه؟ A and B. خلاص كده؟ اللي هي نمبر دي. a little و little. I had space coffees. طالما انا جمعتها يبقى دي countable، يعني كوبايات من القهوة او فناجين من القهوة. طب a little ما تنفعش ولا little تنفع؟ امال ايه اللي ينفع؟ a few. يبقى I had a few coffees. اوكي كمل. number 10 space is usually on the menu of that restaurant. الحاجة دي دايما على المنيو بتاعت المطعم. حلو قوي. chicken يا مستر تعتبر countable ولا uncountable ولا الاثنين؟ بس الفيصل ايه يا شباب؟ المعنى. انا بتكلم على الفراخ اللي احنا مربينها على السطح ولا الفراخ اللي بتقدم لي في المطعم؟ فراخ بتقدم في المطعم يبقى uncountable. طالما uncountable ما لهاش جمع، مفيش حاجة اسمها chickens ولا chickens ولا chicks، يبقى ايه؟ chicken هنا معناها لحم الدجاج. is usually on the menu of that restaurant. number 11 I can hear too many. خلي بالكم من many هيجي بعدها اسم countable. in the living room do you have any guests؟ بقول انا سامع كذا في الليفينج روم، هل عندك ضيوف؟ طيب يبقى do you have many ينفع اقول many noise؟ ما تنفعش. many sound احنا لازم يجي بعدها اسم countable. طب many voice دي ما تنفعش ولا دي تنفع، يبقى many voices. سمع أصوات كتيرة في الليفينج روم. do you have guests؟ number 13 I've had many jobs. أنا عندي العديد من الوظائف. okay to do and so I have got a space spare time. طب أنا عندي مهام كتيرة بعملها. معنى كلامي أنا عندي وقت فراغ قليل ويكفيني ولا لا يكفيني؟ أكيد طالما عندي أعمال كتيرة يبقى أنا عندي وقت فراغ قليل. وكلمة spare time uncountable يبقى أنا مرتبط بأ little و little، ماليش دعوة few ولا a few. طيب أختار يبقى وقت قليل ويكفي ولا لا يكفي؟ لا يكفي يبقى little. number 14 there is space 3 pairs of scissors. 3 أزواج من المقص in the drawer. طيب احنا قلنا كلمة scissors لوحدها جمع، لو جه قبلها a pair of تبقى مفرد، بس هنا ما جاليش a pair of قال لي 3 يبقى المفترض جمع. يبقى there مين الجمع؟ is ولا are ولا was ولا has؟ يبقى are. اوكي number 15 there is a space juice. احنا كل ما بنحل بنبص على الجملة كويس ونشوف ايه الكي وورد الكلمة المفتاحية، وبعد كده نستبعد الحاجات الخطأ من الأربع اختيارات عشان يتبقى لي إجابات قليلة وأقدر أختار الإجابة المظبوطة. فأقول there is يبقى دي مفرد. juice uncountable. for everyone to drink so we need some more.
يبقى انا عاوز بعد كلمه is حاجه بتدل على الانكاونتبل، لان كلمه جوس يبقى ماني مستبعده. خلاص طيب حلو. نيجي بعد كده لازم المعنى يكون مظبوط. لو انا قلت there is too much juice يعني في عصير كتير لكل واحد، علشان كده احنا محتاجين نشتري، محتاجين اكتر، يبقى لا، يبقى كده المعنى غلط. يبقى too much ما تنفعش كمان كمعنى، كجرامر تنفع. طيب there is little juice for everyone to drink يعني في عصير قليل ولا يكفي لكل واحد يشرب، طبعا مش ماشيه خالص. يبقى there is enough juice for everyone to drink so we need some. لا سوري، يبقى هنا مش هستخدم enough، هستخدم little. يبقى little قليل ولا يكفي، يبقى في جوس بس ما يكفيش، عشان كده هنضطر نجيب تاني. Number 16 how space do you have؟ طب ما how يجي معاها much ويجي معاها many. في حاجه اسمها how few ما ينفعش، how many ولا how little ما تنفعش. طب اقول كده اهو، يبقى how much money ولا how many money؟ طبعا money يا جماعه uncountable، فعشان كده اقول how much money. امتى اقول how many money؟ لو انا جبت اداه تجزئه تيجي مع كلمه money، how many dollars، how many pounds وهكذا. Number 17 there aren't، الجمله نيجاتيف خلي بالكم، there aren't seats مقاعد for everybody. Some people will have to sit on the floor or stand. لا يوجد مقاعد كافيه لكل شخص، علشان كده في ناس هتقعد يا اما تقف في الاتوبيس. يبقى there aren't all ولا much ولا any ولا enough. طبعا مش هينفع كلمه much عشان كلمه seats countable، ولا ينفع كلمه all. طيب لو انا قلت any seats يبقى ما فيش كراسي خالص، لا، يبقى there aren't enough، لا يوجد كراسي كافيه to everybody. Some people will have to sit on the floor or stand. Number 18 how space people دي countable ولا uncountable؟ ها countable. يبقى how space people are coming to the party. طب ما how مفيش حاجه اسمها how some طبعا ما ينفعش، ولا how any ما تنفعش. طب اقول how many ولا how much؟ people دي تعتبر countable. how many people. Number 19 there is space plenty of sugar. plenty of يعني كثيرا من، يعني بتساوي a lot of وبتساوي lots of وبتساوي many وبتساوي much. plenty of يجي معاه countable او uncountable. طب ما كلمة sugar دي يا شباب ها uncountable يعني اسم لا يعد، يبقى يعامل معاملة المفرد. يبقى there is space plenty of sugar but ولكن we need some more coffee، ولكن محتاجين قهوة زيادة. طيب الجملة هنا جزئين but we need، يبقى الجملة present، يبقى الجملة الأولى برضو present. طيب sugar مفرد uncountable تعامل معاملة المفرد، يبقى are ما تنفعش where ما تنفعش. طب اخد is ولا are؟ الجملة present يبقى اخد is. شفتوا بقى بنستبعد الإجابة الغلط ازاي؟ Number 20 the police. نفتكر كده من شوية قلنا ان في كلمات لازم تاخد الجمع، زي كلمة the police. space interviewing some people، البوليس بيناقش او بيحاور مجموعة من الاشخاص، يبقى البوليس جمع، يبقى is مستبعدة، was مستبعدة، يبقى ايه are. ما ينفعش اقول have، ما have جمع فعلا بس مفيش حاجة اسمها have interviewing، غلط. اوكي. Number 21 he failed to carry out his duties. هو فشل اللي هو يحقق الاهداف بتاعته as a manager كمدير، as he didn't have لانه ما عندوش ايه؟ ما عندوش خبره. حلو قوي. اولا experience ما ينفعش يجي معاها many عشان experience دي uncountable، ما فيش حاجه اسمها many experience، امال اسمها ايه؟ much experience. اوكي. Number 22 he gives the police a lot of، هو ادى البوليس. طب واحد يسالني a lot of هيجي بعدها countable ولا uncountable ولا الاثنين؟ لا، بيجي معاها الاثنين countable و uncountable بس على حسب المعنى. he gives the police ادى البوليس a space about the criminal عن المجرمين. ادى لهم ايه بقى؟ هقول few ولا few. و information uncountable ما ينفعش اجمعها اقول informations، غلط. an information برضو غلط لان ال uncountable ما ياخدش ولا A ولا N، يبقى he gives the police a lot of information. Number 23 I don't have time. time يا جماعة countable ولا uncountable ولا الاثنين؟ الاثنين. I don't have space time to speak to you. I have to leave right now. أنا مضطر أمشي.
يبقى انا ما عنديش وقت عشان اتكلم معاك دلوقتي، انا مضطر امشي. I don't have، هنا الجمله نيجاتيف يبقى مش هينفع اقول some. خلاص؟ وانا ما عنديش، ما ينفعش اقول I don't have much، يبقى I don't have any. okay I don't have any time. my trousers my shoes my socks trainers، كل الكلمات دي جنبها. my trousers space some holes in them. عاوز اقول البنطلون بتاعي فيه يعني متقطع يعني، يبقى my trousers have. مش هينفع has لانه جمع، ولا is متكرره مرتين. سوري. can you help me with، ممكن تساعدني with what؟ luggage. عارفين يعني luggage؟ شنط سفر. وكلمة luggage uncountable، ما ينفعش تقول a luggage، دي كده غلط. وما ينفعش يجي مع كلمة، ما هي luggage بتساوي baggage، والاثنين uncountable، ما ينفعش يجي معاها many برضو. لو كان في ماتش كنا خدناها. ولا ينفع اقول a baggage، بختار can you help me with my luggage. يبقى كلمة luggage بتساوي baggage. الاثنين معناهم اهو، luggage بتساوي baggage، الاثنين بمعنى شنط سفر، والاثنين uncountable. يبقى can you help me with my luggage. اوكي. بعد كده number 26. could I have only space oranges to eat. ركزوا بقى معايا. could I have only، طيب oranges to eat. اولا oranges دي countable وجمع، ما ينفعش اقول an. حلو. طيب وما ينفعش اقول برضو could I have، ده يعتبر request، طلب، انا بطلب منك ممكن تسمح لي ان انا اتناول oranges، يبقى ما ينفعش اقول any لان ده مش سؤال. اوكي. يبقى could I have only some oranges، ممكن اتناول بعض من الاورنجز، مش هينفع اقول many طبعا. could I have only some oranges. اوكي. there was space traffic on the road. traffic اللي هو المرور. only a few private cars، عربيات ملاكي بس اللي ماشيه في الطريق. يبقى معنى كده في مرور كتير ولا قليل؟ اكيد قليل. اوكي. يبقى مش هقول طبعا ما ينفعش مع كلمه ترافيك يجي ايه؟ many، لان many بتيجي مع الكاونتبل وترافيك uncountable. little ما تنفعش كمعنى، وافيو برضو ما تنفعش ولا معنى ولا جرامر. يبقى there was much traffic، في there was much traffic. طب ما much هنا ما تنفعش برضو، ليه يا شباب؟ much يعني كثير، انا عاوز اقول مفيش مرور كتير في الطريق، مفيش غير عربات الملاكي، يبقى هقول there was little traffic، عشان much و little بيجوا مع الانكاونتبل، لكن المعنى ان مفيش مرور كتير، مفيش غير عربات الملاكي. number 28. my space are in my bag. يبقى الحاجة دي جمع، ما ينفعش اقول my a glass، غلط. a glass هنا كوب. pair of glasses ولا glass ولا glasses، يبقى my glasses نظارتي مالها are in my bag. اوكي. وطبعا ما ينفعش اقول pair لان pair يجي معاه a pair او يجي معاه عدد قبلها two pairs او. number 29. there is space a lot of people who are interested in what you are doing. في ناس كتيرة جدا بتهتم باللي انت بتعمله. طيب يبقى there a lot of بيجي معاها الاثنين، بس المرة دي جاي معاها كلمة people. طب people countable ولا uncountable؟ countable، و people تعتبر جمع، يبقى لازم اجيب verb هنا جمع، يبقى is مستبعدة. طب was مستبعدة. طب have ولا are؟ ها يبقى are. there are a lot of people who are interested in what you are doing. number 30. how space coffees، خلي بالك coffee uncountable لكن coffees countable. do you want to drink، يبقى انا بقول لك عاوز تشرب كام فنجان من القهوه، يبقى هنا ده countable، مش هقول much، هقول how many coffees. those sheep، نرجع كده بالذاكره 30 دقيقه. sheep يعني خروف، تمشي countable وتمشي uncountable، بس قبلها مكتوب those، يبقى معنى كده دي جمع، يبقى those sheep مش هتنفع is ولا تنفع was. طيب ومكتوب كلمة fat، طب اخد had ولا are؟ لا، fat دي صفة، يبقى انا اقر ان الشيب دي تعتبر تخينة، يبقى those sheep are fat. اوكي. ليه ما قلناش is؟ لان قال لي those دي بيجي بعدها جمع، يبقى هنا كلمة sheep جمع. اتفقنا؟ بعد كده
32. He bought a lot of space for his new flat. هو اشترى ايه للشقة الجديدة؟ طبعا كلمة furniture عفش أو موبيليا، وكلمة furniture تعتبر uncountable، يعني ما ينفعش يجي معاها few ولا a few. خلاص؟ ولا many. طيب يبقى he bought a lot of ايه بقى؟ a lot of few furniture. هو اشترى عفش جديد. Number 33. وليد like space in his soup. وليد بيحب كذا في الشوربة بتاعته. like ايه؟ salt ملح، ودي uncountable، ما ينفعش اقول a salt، غلط. many salt ما تنفعش، غلط. a few salt عشان a few بتيجي مع الكاونتبل، و salt uncountable ما تنفعش. يبقى a lot of salt. بيحب ملح كتير في الشوربة. Number 34. He didn't eat much for lunch. ما بياكلش كتير للغدا. Only فقط apple، تفاحة. طيب ما ينفعش اقول a lot of apple، ما تنفعش. ممكن اقول a lot of apples. ما ينفعش اقول many apple، غلط. خلاص؟ اقول an ولا some. اولا الجملة دي نيجاتيف، اقول ايه؟ يبقى he only، يبقى سوري، he didn't eat much for lunch only an apple. تفاحة واحدة بس. اوكي؟ ومفيش حاجة اسمها some apple، نقول some apples. 35. mathematics. دي اخرها اس بقى، يبقى دي جمع. لا يا حبيبي، عشان قلنا mathematics وفيزيكس ونيوز بالرغم من الثلاثة اخرهم اس، لكن هم يعتبروا مفرد. اولا هم uncountable، والuncountable يعامل معاملة المفرد، والاس دي من اصل الكلمة. يبقى mathematics مش هقول ولا are ولا were، يبقى is. not very easy to understand. knowledge. number 36. knowledge of foreign languages، يعني معرفة اللغات الأجنبية. space necessary، يعتبر ضروري. knowledge of foreign languages، يبقى أنا بتكلم على knowledge، المعرفة نفسها، مش بتكلم عن languages. معرفة اللغات الأجنبية يبقى is necessary، ضروري. عشان بتكلم على knowledge دي كلمة uncountable. we saw some، احنا شفنا some running in the garden، بيجروا في الحديقة. أولا كلمة ماوس يعني فار، ما ينفعش أقول some mouse. والجمع بتاع ماوس يا مستر، قلنا من شوية ماوس جمعها مايس لو فار حقيقي، لكن الفارة بتاعت الكمبيوتر جمعها ماوسز. طبعا دي مستبعدة عشان دي فيها apostrophe اس. طيب يبقى we saw mice ولا mices؟ يبقى we saw mice، فئران running in the garden. 38. I drink، أنا بشرب space tea. tea دي uncountable، والuncountable يعمل معاملة المفرد. حلو. طيب يبقى I drink، ينفع أقول many؟ ما تنفعش many. none ما تنفعش none. طيب a few ما تنفعش عشان كلمة tea تعتبر uncountable. يبقى I drink a lot of، الكثير من الشاي. سوري. number 39. there is، يبقى أنا بتكلم على حاجة مفرد، اسمه مفرد. sand on the floor، وsand دي uncountable، اسم لا يعد. يبقى ينفع a lot of، تنفع a lot of. there is a lot of sand، تنفع. طب ينفع أقول there is much؟ تنفع much، بس هو ضحك عليها جاب لي يبقى دي ما تنفعش. تنفع many، ما تنفعش many ولا a few، عشان كلمة sand uncountable. يبقى there is a lot of sand. number 40. my little daughter، أختي الصغيرة، spends a lot of money، بتصرف فلوس كتيرة. space is spent on chocolate and dolls، يبقى أنا بتكلم على الماني. طيب أنا بقول أختي الصغيرة بتصرف a lot of money، بقول الكثير من الفلوس دي spent on chocolate، مش money دي uncountable. يبقى أقول إيه بقى؟ many ما تنفعش، يبقى much is spent on chocolate and dolls. اوكي؟ وما ينفعش اقول a lot. لو انا قلت a lot اقول a lot of it، هنا ما فيش كلمة it، يبقى دي برضو مستبعدة. 41. we have spent most of our pocket money، احنا صرفنا معظم المصروف بتاعنا. however some space is still kept for the journey back، ولكن احنا ما زلنا محتفظين بجزء منه للعودة. طيب وانا بتكلم عن الماني، والماني ده uncountable، والuncountable عامل معاملته المفرد، يبقى كلمة have وار مستبعدة. يبقى we have spent most of our pocket money however some still
kept يبقى some is still kept. اوكي. number 42 how space salt. اولا salt دي معناها ملح ودي كلمه uncountable والuncountable هياخد a little ياخد much ما ياخدش ولا many ولا a few. يبقى انا كده هبدا اختار حاجه من الاثنين. احنا قلنا لازم الجمله تكون صح grammar وmeaning. يبقى يبقى طبعا لو ده يكون سؤال بقول ايه how much salt do you put on your soup. طب نفس السؤال تاني how space grams of salt كم جرام من الملح do you put on your soup. هنا جاب لي quantifier اداه تجزئه وجمع. يبقى المره دي مش هقول how much هقول how many. زي ما اتفقنا قلنا مثلا how much water. طب خليها how many يبقى how many bottles of water. how much bread لو خليتها how many loaves of bread وهكذا. how much meat how many pieces of meat أو how many slices of meat. number 44 there are very few apples on the tree. في تفاح قليل على الشجرة. many يبقى أنا بتكلم عن الابلز يبقى many space baked yesterday. احنا اتفقنا ان many ممكن استخدمها كبروناون والبروناون ده عايد على كلمة apples وماني هيجي بعدها الفعل دايما جمع. يبقى many. طب اقول are ولا where؟ الجملة هنا present there are very few apples on the tree. يبقى many are baked. yesterday يبقى دي في الباست يبقى many were baked yesterday. حلو كده؟ اخر جملة how much space do you eat every day. بتاكل كمية طعام قد ايه كل يوم. ما ينفعش اقول how much meals عشان meals دي countable. كنت ممكن اقول how many meals. ينفع اقول how much food ينفع how much food. ينفع اقول how much apple لا طبعا ما ينفعش لان apple اصلا countable ولا apples. اوكي كده احنا خلصنا البراكتس بتاعنا وزي ما اتفقنا ان احنا قلنا practice makes perfect. في نهاية الحلقة حابب أأكد على حاجة. احنا الفيديو ده كان كله concentrated on كان مركز على حاجة واحدة بس الناون. خدنا كل الديتيلز بتاعت الناون. خدنا عرفنا يعني ايه ناون عرفنا يعني ايه سنجلر يعني ايه بلولر عرفنا يعني ايه countable وعرفنا يعني ايه uncountable nouns. عرفنا التريكات اللي بتيجي في الامتحان. عرفنا ازاي نستفيد بكل كبيرة وصغيرة من الأسئلة الاختيارية. طبعا ان شاء الله بقيه الفيديوهات هنكمل البارتس اوف سبيتش. هيكون في كل فيديو في الديسكربشن بتاع الفيديو PDF للشرح وهيكون في PDF للهوم وورك وهيكون في لينك لامتحان تفاعلي وهيكون في فيديو ان شاء الله لشرح الهوم وورك. وفي النهايه اتمنى لكم الاستفاده الكامله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.